أهلا وسهلا وحلقة جديدة عن دردشة ونقاش للثلاث مواسم الأولى من مسلسل ذا بويز. مسلسل ذا بويز هو مسلسل أكشن ودراما ينتمي إلى نوعية أفلام أو مسلسلات الكوميك بوكس، وهو من إنتاج شبكة أمازون برايم. صدر من المسلسل ده 3 مواسم، وبكرة خلاص أو بعد بكرة في وقت ما أنا بصور الحلقة دي هينزل الموسم الرابع. أنا كنت عايز أعمل الحلقة دي بقالي فترة، بس للأسف أنا كنت عطلان في سيزون 3. كنت كل ما أجي أتفرج على السيزون 3 ما أقدرش إن أنا أكمل يعني، فبالتالي ما كنت الحلقة دي اتأخرت، فأنا كنت عايز أنزّلها بدري شوية، بس ما عرفتش. بس أنا بصراحة يعني عشان أبقى صريح معاكم، أنا باتكلّم معاكم دلوقتي وأنا لسه ما خلّصتش season 3، بس عشان season 4 نازل، فقُلت أدردش معاكم بخصوص ال3 مواسم الأولى قبل ما season 4 ينزل. وكمان ما اتفرّجتش للأسف برضه على مسلسل Gen V أو Gen V، صح، هو اسمه Gen V. المسلسل ده برضه هو spin off من مسلسل The Boys، فأنا مش عارف برضه هو حلو والّا لأ، بس أنا أكيد هاشوفه إن شاء الله برضه، وأكيد هاكمّل season 3. أنا خلاص فاضل لي فيه حوالي 3 حلقات تقريبًا يعني مش كتير، بس عشان لضيق الوقت وفي أفلام عيد وكده، فقُلت أنزّل الفيديو ده قبل أفلام العيد. المسلسل أنا مش لاقي كلام أقوله، يعني المسلسل أنا مش هابالغ لو قُلت إن ده أكتر مسلسل weird أنا شُفته في حياتي، weird بالمعنى الحرفي. مش هاقول عمل لإن في أفلام بصراحة weird كانت أكتر شُفتها، بس ده عمل اللي كاتبه والمُخرج والممثلين والشخصيات كلّها weird، شخصيات مجنونة. طَب weird دي معناها حاجة حلوة والّا حاجة وحشة؟ لأ طبعًا معناها حاجة حلوة. أنا مش مصدّق يعني في حاجات كده مش متخيّلها إزاي بتحصل، خصوصًا الحاجات اللي فيها جِنس أو دم. أنا مش متخيّل إن في حد في دماغه يفكّر إن في واحد عنده خياشيم، وأنا آسف في اللي أنا باقوله يعني، بس لذّته الجنسية بتيجي من الخياشيم. يعني مسلسل فيه أفكار غريبة يعني. والّا مثلًا لمّا يبقى في مشهد حميمي ما بين شخصيتين super hero يتعمل بالطريقة دي. أنا مش مستوعب إن في دماغ ممكن تفكّر في حاجة زي كده. فالمسلسل هو weird، weird بالمعنى الحلو مش weird بالمعنى الوِحِش. بصراحة أنا شُفت حاجة جديدة. أنا واحد يعني يُقال إن أنا ضليع شوية في أفلام الcomic books أو في أفلام الsuper heroes بشكل عام أو أعمال الsuper heroes. مش هابالغ لو قُلت إن ده حرام أظلمه أو أقارنه بالحاجات التانية بتاعة Marvel وDC، لأ، ده في حتّة لوحده. هو super heroes وكده، بس هو لأ، ده جَد. ده ما لوش أي علاقة خالص بالحاجات اللي إحنا بنشوفها في Marvel وDC. أقصى حاجة جَد في Marvel وDC لا ترتقي ل60% من مسلسل The Boys. عاجبني في المسلسل ده الكتابة والقصة بشكل عام، والجرأة اللي في القصة على فكرة. المسلسل ده آآ بيوجّه لنا طريقة، يعني قد إيه أمريكا مثلًا لمّا تعوز تنجّم حد أو تعوز إنها تستخدم سياستها أو سُلطتها في حاجة بطريقة قذرة، بتعرف تعمل كده. ده إحنا بنشوفه في المسلسل من عن طريق آآ اللي هم اللي اسمهم Vogue، أو أنا آسف يعني إن أنا الأسامي بتاعة المسلسلات بتُقع معايا، لإن أنا دايمًا المسلسلات للأسف أنا عندي معاناة في الفرجة على المسلسلات. فاللي هم المنظمة دي. أنا هاتكلم من غير حرق طبعًا، أنا بادردش، يعني حتى أنا مش هاسمي الفيديو مراجعة، أنا هاسميه دردشة عن ال3 مواسم الأولى، لأن المسلسلات دي أو المواسم دي نزلت بقى لها كتير، وناس كتير اتكلمت عليها، فأنا عايز أدردش بس معاكم كده قبل season 4. هنعمل بقى مراجعة إن شاء الله عن season 4. فلا، لا vote اسمه، افتكرت دلوقتي اسمهم vote. الvote دول دي حاجة يعني كناية عن أمريكا. عندنا الشخصية الأساسية معانا أو البطل الأساسي هو هوملاندر. هوملاندر ده برضه قد إيه أمريكا القاسية، أو أمريكا اللي هي بتبان قصاد الناس إنها كويسة، بس هي في الضهر إنها مش كويسة. أنا مستغرب إزاي أصلًا أمريكا تطلّع عمل زي ده. هي دي الحرية فعلًا، أو هي دي حرية الفن فعلًا. لإن أمريكا بقى، يعني شخصية هوملاندر ده هو انعكاس لشخصية سوبرمان وكابتن أمريكا. شخصية سوبرمان من DC وكابتن أمريكا من مارفل. لو تلاحظوا في لبس سوبرمان هو لبس علم أمريكا، الأحمر والأزرق، الشخصية الملائكية التي لا تخطئ. ودي هتشوفها أكتر كمان في كابتن أمريكا، لإن كابتن أمريكا بيrepresent أمريكا. فبالتالي حتى في end game لمّا حبّوا إن هم ينهوا الحقبة القديمة، ما خلوش إن كابتن أمريكا يموت، خلّوا كابتن أمريكا إيه، يretire بمزاجه، ويعيش الحياة اللي هو كان نِفْسه يعيش فيها كأي جندي أمريكي، إن هو يعيش مع حبيبته.
فاهمين الفكرة هنا؟ فدايمًا لمّا أمريكا بتختار شخصية تبقى representative ليها، الشخصية دي بتبقى شخصية لازم تكون الأخلاق فيها عالية، لازم تكون روح القيادة فيها عالية، لازم فاهمين طبعًا، القوة فيها عالية. هنا بقى شخصية هوملاندر هي انعكاس لنفس اللي أنا باقوله بتاع كابتن أمريكا وسوبرمان، بس لأمريكا بقى التانية. أمريكا اللي هي قوية برضه، بنفس القوة المهولة اللي موجودة عند سوبرمان وكابتن أمريكا، بس في نفس الوقت هي شخصية قذرة من جوّه. ده إحنا بنشوفه بشكل واضح وصريح في شخصية هوملاندر، اللي هو من أقذر الشخصيات اللي أنا شُفتها في حياتي، في أي عمل. شخصية طبعًا not stable، مكتوبة بشكل يا جماعة إيه ده! هو في كده؟ فإيجابيات المسلسل كتير أوي، أنا كل ده باتكلم عن إيجابيات، أنا لو قعدت أتكلم في إيجابيات المسلسل بصراحة يعني مش هاخلص، بس أنا بقى إيه، عشان وأنا باتفرج على المسلسل مش باعمل زي الفيلم مثلًا، أنا في الأفلام دايمًا بابقى ماسك الnotes أكتب الإيجابيات والسلبيات، لكن أنا باتفرج على المسلسل دايمًا باتفرج عليه قبل ما أنام وكده، وأنا عندي بصراحة مشكلة في المسلسلات، ده يمكن ده السبب اللي خلّاني أتأخر إن أنا أراجع المسلسل ده. آآ هاعدّي على زي ما باقول لكم أنا مش محضّر حلقة، هاعدّي كده على الشخصيات اللي معانا من IMDb و وأقول لكم رأيي فيها. شخصية بيلي بوتشر برضه دي الشخصية الأساسية برضه من مش عايز أقول الجانب الطيب لإن برضه دي نقطة إيجابية جدًا في المسلسل، تقريبًا في المسلسلات كل الشخصيات قذرة على فكرة، ما فيش شخصية بيضا، ما فيش شخصية سودا، لأ في شخصية سودا، أنا أفورت، بس هي ما فيش شخصية بيضا، هي شخصيات رمادية، فاهمين الفكرة؟ فبيلي بوتشر يعتبر برضه من عايز أقول الجانب اللي هو الطيب يعني لو مشيناه كده، أو الجانب الرمادي مش الجانب الأسود، إن هو إحنا صنّفنا الشخصيات اللي في المسلسل نصنفهم رمادي وأسود مثلًا، الشخصية الرمادية بيلي بوتشر شخصية جامدة جدًا، ما عندوش أي super power بس عنده ده، وعنده ده برضه، بس ما عندوش super power بس شخصية جامدة. عندنا برضه هيو كامبل اللي شبه أمير عيد ده، الممثل اللي شبه أمير عيد، أنا متهيأ لي يمكن ده لو أنا عايز أتكلم عليه هاتكلم عليه كسلبية بصراحة، لإن الشخصية دي ما يعني شخصية قشطة، لذيذة، بس باحسّها ساعات سلبية كتير كده، الممثل برضه ما وصّلنيش أداؤه أوي بصراحة، يمكن ده أضعف حاجة عندي في المسلسل، رغم إن هو يعتبر بطل من الأبطال يعني. عندنا أنتوني ستار الشخصية اللي قايمة بدور هوملاندر، ده أفشخ حد في المسلسل بدون أي كلام تاني، هو شخصية هوملاندر أحسن شخصية في المسلسل، بجد، كتمثيل كشخصية مكتوبة وزي ما قُلت لكم أنا اتكلمت عنها كتير، لا، لا، لأ، الشخصية دي رهيبة والتمثيل أنتوني ستار تحفة. عندنا برضه الشخصية بتاعة أني، الشخصية بتاعة أني لطيفة، البنت لذيذة الصراحة، البنت cute. عندنا الشخصية بتاعة رين، يعني الولد عارف يوصّل لي الممثل اسمه جيسي أشر، عارف يوصّل لي مشاعر إن هو شخصية رخمة، بس بصراحة قشطة يعني لطيف. عندنا شخصية mother's milk دي شخصية برضه أنا الصراحة حبيتها، ما كرهتهاش. عندنا شخصيات كتير، أنا مش عايز أحرق بس، لكن المسلسل ده رهيب بصراحة، المسلسل ده رهيب. طيب هو إيه أكتر season عجبني من ال3 seasons اللي نزلوا؟ season 2 يمكن أنا برضه مش هاحكم على season 3 أوي، لإن أنا لسه ما خلصتوش، بس أنا حاسس إن season 2 هو أقوى season منهم. وأنا لو هاتكلم على ال3 seasons بشكل عام، أنا ممكن أدّي للمسلسل ده 8.5 من 10 رغم إن دي مش مراجعة، هي دي دردشة، فممكن أدّي على المسلسل ده 8.5 من 10 أو ال3 مواسم لوكشة واحدة كده. لسه بقى season 4 لمّا ينزل إن شاء الله نتكلم عليه بقى بالتفصيل، وساعتها بقى وأنا باتفرج هابقى باكتب notes يعني عشان ما أعملش حلقة دردشة. أنا عارف إن الحلقة هنا ممكن ما تعجبش ناس كتير، أنت بتدردش وأنت مش محضّر الكلام، مش محضّر، لأن المسلسل ده أنا لو قُلت لك ابتديت فيه إمتى يعني هتقول لي أنت إزاي كل ده ما خلصتوش، أنا مبتدي في المسلسل ده من شهر 10، من شهر 10 لحد دلوقتي ما خلصتوش. أنا عندي مشكلة فكرة إن أنا أتفرج على المسلسل دي تقيلة على قلبي، أخش أتفرج على فيلم ساعتين أحسن، كل مرّة آجي أتفرج عليه بيحصل لي حاجة فمش منطقي إن أنا أبقى فاكر كل التفاصيل من شهر 10 يعني، فاهم الفكرة؟ بس إن شاء الله season 4 وأنا باتفرج عليه هابقى باكتب أول بأول عشان أقول الnotes بتاعتي. فبس، يعني دي دردشة كده، كان فيديو بسيط، أتمنى يعني الفيديو يكون عجبكم مع إني مش راضي عنه تمامًا أو مش راضي عن الtemplate بتاعته، بس أنا كنت حابب أتكلم على ال3 seasons كده بتوع The Boys قبل ما season 4 ينزل، لإن حتى لو أنت ما شُفتش ال3 seasons وبتتفرج معايا على الحلقة دي، لأ روح اتفرج على مسلسل The Boys واتفرج عليه لحد ما season 4 يكون نزل، هتنبسط، تجربة الصراحة مختلفة.
أنا ما شُفتش حاجة كده في حياتي. فعندنا كلام كتير، إن شاء الله لمّا يخلص season 4 نبقى نتكلّم عليه، ممكن في النُص الأحداث نعمل حلقة، بس لأ، أعتقد إن أنا لو هاعمل حلقة هاعمل short، بس لو هاتكلّم بقى هاتكلّم في آخر season 4 وندّي له تقييم، وأكون كمان خلّصت season 3 وممكن أكون خلّصت كمان Gen V. يعني ادعوا لي إن أنا يكون عندي مقدرة لده. عندنا أفلام عيد نازلة، إن شاء الله هاراجع ال4 أفلام هتلاقيهم عندي على الchannel في الفيديوهات اللي جاية على طول، وأشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي.